الشيخ زايد رحمه الله عليه الله يرحمه. كان عنده سواق فلسطيني. السواق الفلسطيني دي متجوز واحده من الزقازيق. كل ما ينزل يلم الشرايط بتاعتي وهو ايه ويسافر، انا ما اعرفوش. فبقى يوم حاطط شريط صورة يوسف ونعس في العربيه والشيخ زايد في مشروع كده، جه مش المشروع لقى السواق نايم على الدركسيون والقران شغال. اما صحيح بيقول له من الشيخ ده؟ قال له الشيخ سيد سعيد من طنطا. كان الشرايط كلها مسجله شركه الغربيه طنطا. اي كنا الكلام ده في رجب، في شهر رجب. 20 رجب او 21 رجب لقيت تليفون، كنت بورسعيد. جيت هنا الساعه 1 لقيت الحاجه بتقول لي ده في واحده ست طلبتك وعايزاك عشان تسهر رمضان في ابو ظبي. قلت لها هم ابو ظبي بتاخدني؟ ابو ظبي بتاخد مصطفى اسماعيل وعبد الباسط والناس الكبار. هتاخدني؟ خلاص نمت. صبحت الساعه 6 لقيت التليفون بيضرب، لقيتها بتكلمني برضه بطريقه خارجيه. قلت لها ربنا يسهل ان شاء الله. مش مصدق يعني؟ لا مش ولا حاطه في دماغي. لما لقيت واحد بيكلمني الساعه 2 الظهر بس بطريقه يعني كده. قلت له ماشي. طيب قال لي انا عايز اقابلك. قلت له فين؟ قال لي في المنصوره في الحته الفلانيه. قلت له معلش انا مانيش فاضي، انا عندي شغل، هبعت لك السكرتير بتاعي، انا عايز ابعت يعني ابعد بعيد عشان اعرف هم هيدفعوا ايه ولا هيعملوا ايه بقى يعني. وبعت 2 لبسوا وراحوا وانا قعدت جنب منهم في حته يعني في حته جنب منهم كده. قلت لهم لو شفتم اي حاجه متعصره كلمونا انا اجي لكم. فهو ايه عايز يشوفني ضروري. فرحت لقيت دقنه طويله كده، وهو اصلا من بلد هنا من الدقهليه من سلكه. قال تبع اجا. بس هو هناك الكل في الكل بالنسبه للتلفزيون. والشيخ زايد نزله مخصوص علشان ياخدني. فاهم ايه؟ دخلت عليه قال لي بعمل لي هو انت؟ قلت له ايه مش عاجبك ولا ايه؟ قال لا التسجيل معاك طيب روح السفاره وما ما تروحش على المكتب العسكري اللي واقف على الباب قول له انا عايز السفير. يقول لك انت مين؟ قول له سيد سعيد بس ما فيش اكتر من كده. وده اللي حصل. ورحت للسفير برضه لقيته بيقول الله هو انت الدنيا مقلوبه عشانك الشيخ زايد وبتاع عامل كل شيء. تذكره وعامل ما هقولكش عامل ايه. وبعدين خلاص وجيت بقى على ميعاد السفر. رحت المطار لقيت عمم تسد عين الشمس مقرئين وعلماء رايحين الامارات. اللي قابلني بسرعه راغب غلوش. الله يرحمه. الله يرحمه. تعال انت رايح فين؟ قلت له رايح الامارات بس انا ما اعرف. قال لي طب انا رايح الامارات. قلت له طب كويس هنبقى مع بعض. رحت وانا واقف لقيت واحد ظابط جاي يقول الشيخ سيد سعيد. قلت له ايوه. قال لي اتفضل. مشيت مع وراه دخلني صاله كبار الزوار هنا في مصر. ما اعرفش حاجه يعني. قعدت عشان استنى في يجي في يروح مفيش. جه ميعاد الطياره الظابط جه بنفسه وخد عربيه مرسيدس ووداني لغايه باب الطياره. انا طلعت بالورقه اللي في ايدي اللي بالمضيفه قامت واخداني قعداني ورا الكابتن في درجه اولى. وبصيت لقيت المشايخ بقى داخلين السلوك داخلين ورا كله. لا في ايه؟ ما اناش بعرفش بقى. لغايه ما وصلت الامارات نزلت نفس اللي حصل هنا حصل في الامارات. مطار كويس. طيب وخدوني طالع عشان اركب عربيه. لقيت الشكل ولد باكستاني بسم الله ما شاء الله طول الباب ده. والشيخ اللي هو من ابو دقن اللي خدني ده هو دي عايز اركب معاه وده عايز اركب ايه. فالمهم ان انا قلت بتاع الباكستاني خلاص هركب معاك انا هدي الدور وخلاص. وداني الفندق. قعدت 3 ايام لا اشوف حد ولا اعرف حد. تالت يوم لقيت الراجل ابو دقن ده بعت لي هنروح في مسجد اسمه مسجد خليفه بالسوق. المسجد دي يمكن فدان ارض ما فيش فيه عمود شايله. صلات فيه. صلات فيه. ما فيش فيه عمود شايله. كان سنه كام يا مولانا؟ الثمانينات. في الثمانينات في السبعينات والثمانينات يعني كده.
فاني سبت المخزن المدرسي بتاعي في على البره، وقعدت اعمل الناس اعمل في الناس كده لغايه المذيع اللي هو بيذيع مين؟ الشيخ ابو دقن اللي انا بقول لك عليه من سنه كده. اي وغير ما نبتدئ به القران الكريم من الشيخ سيد سعيد ضيف رئيس الدوله، والدنيا يا دوبك جريت قعدت على الكرسي نفسي مش مستريح. اي راجل قروش قاعد جنبي كده والناس والمنشاوي والدنيا كلها. فانا بقول اعوذ بالله كله، بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقيتني بتهزف، صوته مهزوز. بسم الله الرحمن الرحيم، صوته مهزوز. قام راجل بغلوش قال لي اثبت ما تخافش، اثبت ما تخافش، لان التلفزيون قدامي بيشتغل والتليفون والدنيا. قرات 8 دقائق